ناس كتير بتسأل ينفع أبني عضلات وأخس دهون في نفس الوقت؟ طبعا ينفع. طب إزاي؟ من المعروف إن أنت عشان تخس دهون لازم تعمل عجز في السعرات، وعشان تزيد عضلات لازم تعمل زيادة. بس الموضوع مش بالظبط كده. هو فعلا عشان تحرق دهون لازم تكون عامل عجز في السعرات، بس مش لازم تكون عامل زيادة عشان تبني عضلات. طب ازاي بقى؟ جسمك ذكي جدا، جسمك بيقدر يوفر الطاقة اللي هو محتاجها عشان يبني العضلات الجديدة. مش لازم من استهلاكك للسعرات الزيادة في الأكل، لأ، عن طريق مخازن الدهون اللي هي عندك بيحرق منها، والطاقة دي بيستخدمها يبني العضلات الجديدة. بس خلي بالك، في شروط مهمة جدا عشان تعمل الموضوع ده صح في الدايت والتمرين. بالنسبة للدايت، أول حاجة ما ينفعش تكون عامل عجز في السعرات كبير قوي. انت بتعمل في رينج من 10 ل 15% من المينتنس بتاعك او سعرات الثبات بتاعتك. يعني مثلا واحد المينتنس بتاعه سعرات الثبات بتاعته 3000، ما ينفعش يعمل عجز اكتر من 10 15%، يعني تقريبا 300 سعره لحد 450 سعره في العجز بتاعه. ما ينفعش يعمل اكتر من كده. تاني حاجه، لازم تكون بتدخل نسبه بروتين كويسه جدا، في رينج مثلا من 1.8 ل 2.2 جرام بروتين لكل كيلو من جسمك. ثالث حاجه، الموضوع مش مجرد عجز في السعرات وخلاص، لازم تكون مركز وعارف الاكل اللي انت بتدخله نفسه من ايه، والكواليتي بتاعت الاكل نفسه، مش مجرد انك تقلل اكل وخلاص. من ناحيه التمرين بقى، لازم تكون ماشي على نظام تمرين مناسب ليك ومحسوب شدته من ناحيه الاشكال والمجموعات والاوزان ووقت الراحه. كل ده لازم تكون حاسبينه. وحاجه مهمه جدا جدا لازم تكون عاملها، وهي اسمها البروجريسيف اوفرلود، ودي هنشرحها في فيديوهات جايه كتير. ولازم تكون ملتزم جدا بتمرينك، تنزل في الايام اللي عندك فيها تمرين وما تكسلش. ويا ريت تلعب كارديو طبعا، لو تلعب كارديو هيسهل عليك الموضوع كتير جدا. وبكده نكون اتكلمنا عن الموضوع باختصار جدا. وما تنساش لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك او سبسكرايب، ولو حابب تستفسر عن التدريب الاونلاين ممكن تسيب لي مسج على اكونت انستجرام، وهسيب لك لينك التسجيل في التدريب الاونلاين في الديسكريبشن. واستنوا الحلقات الجايه.